السلام عليكم. فيديو جديد من فيديوهاتنا في قناة دانتيلا، قناة سكندرية مهتمة بكل شيء في اسكندرية. فيديو النهاردة تحت بند شوارع اسكندرية، أو باللهجة الجديدة تحت هاشتاج شوارع اسكندرية. بنصور شارع مميز ومختلف من شوارع اسكندرية، موجود في محطة الرمل، تحديدا من أمام محطة ترام القائد إبراهيم، وبجوار فندق رويال جويل التابع للقوات المسلحة، وهو من أشهر الفنادق الموجودة في محطة الرمل. هنلاقي الشارع التحفة ده شارع مميز جدا ومختلف، فكرته بره الصندوق. بتدخل الشارع كده بتحس بطابع أوروبي جدا، بتشوفي التماثيل اللي بنشوفها في ميادين أوروبية والدول الأجنبية. شوفوا هنا التماثيل، المفروض ان ده سور فندق رويال جويل. وعلى فكرة الفندق هو اللي عامل التماثيل دي، يعني التماثيل دي الفندق عملها كده يعني علشان يبقى شكل مميز للفندق وشكل مميز للشارع بتاع الفندق. شوفوا هنا تمثال لطفل تقريبا بيعيط وحد جنبه، وهنا تمثال لاتنين عشاق على مقعد، تقدروا بقى تتصوروا جنبهم في المقعد ده، بتبقى صور حلوة جدا. وهنا بقى الكونتر باس ده، بس مفيش بقى غير ايدين معاه والراس اللي بتعزف. اهو ده مدخل الفندق، له مدخلين، واحد من هنا من الشارع هنا، وواحد من بره من ناحية محطة الرمل. بصوا كمان هنا ممكن تقعد تتصور ويبقوا حواليك الاتنين دول بتوع التماثيل دول. واجمل ما في تصوير الشارع في اليوم ده انه كان بعد الشتاء، يعني انا صورت الشارع كان لسه بقى مية الشتاء موجودة في الشارع وعلى الارض، فمدياله بقى. بصوا احنا ماشيين في اوروبا او في بلد اوروبي حقيقي، اسكندرية قطعة من اوروبا، والشارع ده اضاف لها رونق وبريق اوروبي اكتر ما هي يعني معروفة بكده. بصوا التمثال ده كأنه خارج من تحت الارض. وهنا كمان المفروض ان ده التنين بقى اللي كان في الاساطير اليونانية، اتنين تنين بيتخانقوا مع بعض او بيضربوا بعض. بصوا كده الشارع بيلمع ازاي بعد مية المطر، والاضاءة دي ثابتة فيه دايما طول السنة تبع الفندق برضو. ده بقى واحد ماسك لابتوب وقاعد بيسمع حاجة بالسماعات بقى، وده مبسوط جدا. تقدر برضو تقعد جنبه وتتصور، بتطلع صور خرافية جميلة جدا. هنا بقى شكل التنين ضخم، من برضو التنين اللي هو كان بيظهر في الأساطير الإغريقية أو اليونانية، ومغروز فيه خنجر أو سيف. ده بيعبر عن إحدى الأساطير برضو، يعني ده له قصة يعني. بصوا الناس على فكرة ماشية في الشارع، أغلب الناس اللي هتلاقوها في الوقت ده جاية تتصور. ولكن بالنهار بقى الشارع حيوي جدا، لأن الشارع بيودي على المستشفى الجامعي تبع الإسكندرية، أو المستشفى الميري بالاسم المشهور ليها. فبيبقى مزدحم جدا بالنهار، ناس رايحة وناس جاية، اللي رايحين المستشفى والطلبة اللي رايحين الكلية، لأن المستشفى في وش الكلية أو في ظهرها.
بصوا جمال الشارع حقيقي جميل جدا. هنا في الوقت ده كان في بازار، الفندق بيخصص المكان ده للبازارات طول السنة، في اي وقت ممكن تلاقي بازار في المكان ده. بصوا جمال الشارع وجمال الفندق وجمال المنظر، ما شاء الله ما شاء الله حقيقي. اسكندرية كأنها قطعة فعلا من أوروبا. والشارع ده على فكرة الشارع ده مش من زمان، الشارع ده لسه جديد، ما بقالهوش 5 6 سنين يعني. التماثيل دي فيه وكده وما كانتش من زمان، يعني الشارع مش شارع تاريخي ولا شارع مثلا له قيمة تاريخية، لكن أضافوا له لمسات خلوا الشارع مميز جدا. بصوا بقى كل اللي عدينا عليهم، التماثيل اللي عدينا عليهم. المفروض ان ده سبايدر مان وشايل كل الحجر اللي انتوا شايفينه ده. ودي ايد، يعني ده برضو رمز على فكرة للقوة في الحضارة الإغريقية والحضارة اليونانية. ده أول الشارع بقى كده من ناحية الترام. وبكده تكون خلصت جولتنا في شارع من أجمل شوارع محطة الرمل في اسكندرية. أتمنى تكون الجولة عجبتكم، وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية وكل أخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.